ربما لاحظتم عباد الله أن السفارات الأمريكية بدأت ثقافيا تجهز المنطقة لهذه الحرب، وبدأ بين قوسين أصحاب العقيدة الصحيحة يروجون لفكرة أن الشيعة أخطر من اليهود، وأن الشيعة نهزمهم أول بعدين نأتي اليهود. سمعتم هذا الكلام؟ حتى في جيل موجود هذا الكلام. المرحلة القادمة عباد الله خطيرة، والمرحلة القادمة عباد الله إذا لم يكن كل مسلم واعي ومستبصر وغالب لعقله على مشاعره سنقع عباد الله وسيضحك اليهود علينا بملء فيهم. هذه المرحلة عباد الله صراعنا الوجودي هو مع اليهود. لدينا صراعات جانبية نعم، ولدينا مجرمين نعم، ولدينا بعض الضلالات وبعض الردة نعم، لكن الذي يفتح هذه الملفات الآن وليلومني من يلومني، لا يمكن أن يكون إلا خائن، سواء كان يعرف أو لا يعرف. أتعرفون لماذا؟ لأن هذه الآن خطة السفارة الأمريكية في العراق وفي المنطقة كلها. الآن المطلوب هو أن يأكل المسلمون بعضهم بحجة سني شيعي، ولا بحجة محور سني ومحور شيعي، ولا بحجة عربي وإيراني، حتى يرتاح اليهود ويجددوا مرحلتهم القادمة. فكونوا على وعي عباد الله، وكونوا على بصيرة، وإياكم أن تخدعوا بالمشيخة الكاذبة، وإياكم أن تخدعكم التقارير الإعلامية المزورة. واذكروا دائما رغم كل الخلافات ورغم كل الضلالات ورغم كل المشاكل الداخلية، الآن الأمة الإسلامية تضرب ضربة واحدة. العدو الصليبي اليهودي الآن لا يفرق بين مسلم ولا سني ولا شيعي ولا غيره. الآن كلكم تضربون ضربة واحدة. الآن قفوا موقف رجل واحد في معركتكم بعد أن تنتهي المعركة ويظهر من هو المنتصر، يستطيع إعادة تأهيل الأمة عقائديا من جديد. أما أن تأتي الآن وتريد تأهيل الأمة وتصحيح ضلالات المسلمين أو بعض ضلالاتهم إنجاز التعبير وأنت في وسط معركة، هذا لا يفعله إلا خائن أو غبي. فاستعدوا عباد الله وجهزوا أنفسكم، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى واثقون بالله بأننا نرى أيام الأخيرة لليهود قاب قوسين أو أدنى، إلا إذا نجح الخونة في إنقاذ اليهود. الآن ولا واحد قادر على إنقاذ اليهود غير الخونة عباد الله. الخونة فقط داخليين وخارجيين، على مستوى الحكومات ولا على مستوى أدنى من الحكومات. هم حبل الإنقاذ الوحيد لليهود. أمريكا غير قادرة على إنقاذ اليهود، أوروبا غير قادرة على إنقاذ اليهود، اليهود أنفسهم غير قادرين على الصمود، في أي لحظة سينهاروا. الآن الأمل الوحيد للعالم الكافر هو التحركات الخيانية بيننا، وهذه أهم مرحلة عباد الله يجب أن نكون فيها قادرين على استشعار الخونة والخائنين وفصلهم عن المجتمع والبقاء على جادة هذه المعركة حتى نهاية